عارف ايه اكتر حاجة بتضيع مننا كل يوم واحنا مش واخدين بالنا؟ مش بس الوقت، لكن في حاجة تانية بنرميها في الارض في كل شروة بنشتريها اونلاين، والحاجة دي لو جمعتها ممكن تغير شكل مصاريفك تماما في اخر السنة. خليك معايا لاخر الفيديو عشان هقولك السر اللي الشركات مخبياه عنك وازاي ترجع الفلوس دي لجيبك تاني. اهلا بيكم يا شباب. شوب كاش. النهارده حياتنا بقت كلها في الموبايل، التطبيقات ما بقتش مجرد رفاهية، دي بقت ادوات بتوفر علينا مجهود ووقت وفلوس. والنهارده هنتكلم عن تطبيق قلب الدنيا الفترة الأخيرة وهو شوب كاش. ده تطبيق متخصص في الكاش باك والكوبونات. يعني ببساطة التطبيق ده وظيفته انه بيرجع لك جزء من الفلوس اللي دفعتها وانت بتشتري من مواقع بقى زي نون، جوميا، علي اكسبريس، وكمان حجز الفنادق والطيران. استخدام التطبيق سهل جدا ومش محتاج عبقرية. أول ما بتنزله وتعمل حساب بتدخل تلاقي قائمة بكل المحلات والمواقع المشهورة. المهم هنا إنك لازم تضغط على المتجر اللي انت عايز تشتري منه من جوه التطبيق شوب كاش نفسه، عشان السيستم يسجل إنك جبت من طرفهم هم. بعد ما تخلص شروتك عادي جدا الكاش باك بيتحسب لك في حسابك على التطبيق، ولما بيوصل لمبلغ معين تقدر تسحبه كاش باك أو تحوله رصيد. كمان تعالوا بقى نتكلم بصراحة عن المميزات والعيوب. أهم ميزة في شوب كاش إنه بيتعامل مع براندات ومواقع كتيرة جدا في الشرق الأوسط، وواجهة التطبيق سهلة وبسيطة، وكمان بيدي كود خصم إضافي فوق الكاش باك في أوقات كتير. لكن لو بصينا بقى على العيوب فأكتر حاجة بتضايق الناس هي وقت التأكيد. يعني الفلوس ممكن تقعد شهر وشهرين عقبال ما تتحول من معلقة لمتاحة للسحب، وده طبعا لأن الموقع اللي انت اشتريت منه لازم يتأكد انك مرجعتش المنتج، رغم ان ده المفروض خلال 14 يوم بس مش شهر وشهرين. ولو نزلنا بصينا بقى على تعليقات الناس في بلاي ستور هنلاقي الآراء منقسمة. في ناس طايرة بيه وبتقول إنه صادق جدا وسحبوا منه فلوس حقيقية وساعدهم في توفير مبالغ كبيرة، وفي المقابل في شكاوي إن الكاش باك أحيانا ما بينزلش تلقائي ولازم تراسل الدعم الفني. وبعض الناس شايفة إن خدمة العملاء بتتأخر شوية في الرد على المشاكل التقنية. يعني حضرتك ما سألتش في فلوسك محدش هيسألك فيها. طب ايه بدايل يا جماعة؟ طبعا في بدايل. لو انت حابب تقارن او شوب كاش مش عاجبك عندك تطبيق لاكي، وده مشهور جدا في مصر وليفل الكاش باك بتاعه عالي جدا. وعندك كمان تطبيق وفرها. لو مهتم اكتر بالعروض المباشرة والمطاعم فعندك يلا ديلز. كل واحد فيهم ليه مميزاته، والشاطر هو اللي بيقارن النسبة الأكبر في الكاش باك قبل ما يشتري أي حاجة. نرجع بقى للسؤال اللي سألته في أول الفيديو: إيه الحاجة اللي بنرميها في الأرض؟ الحاجة دي هي حقك في التوفير. الشركات العالمية بتبقى عاملة ميزانيات ضخمة جدا للتسويق، والفلوس اللي بترجع لك في صورة كاش باك هي أصلا جزء من ميزانية الإعلانات دي. فبدل ما تروح للشركات الإعلانات التطبيق بياخدها ويديها لك انت عشان يشجعك تشتري تاني. فلو ما بقتش تستخدم تطبيقات الكاش باك انت حرفيا بتسيب فلوسك لغيرك ياخدها. ابدأ من النهاردة وفر كل قرش، لأن القرش اللي بتوفره هو قرشك انت، قرش انت كسبته فعليا بس سبته بمزاجك. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك واشترك في القناة، وتكتب لي في التعليقات جربت تطبيق كاش باك قبل كده ولا لسه. اشوفكم على غير فيديو جديد. سلام.